مساكم الله بالخير. صار لي 4 أيام تقريبا ما جاي للمزرعة أبدا نهائيا. فهسه جيت، وأول ما دخلت حسام قال آرام أكو أفراخ مال فناجس. قلت له وين؟ هنا هذا العش بيه أفراخ. هذا الفوق اللي هو بالبنبرة، هذا بيه تقريبا 4 أفراخ، 3 ما شفناهم عدل، 3 أفراخ تقريبا، وبعد بيضة همين ما نفقسه. وهنا همين عندنا هذا العش همين شوفوا وين بانياته. هذا فوق همين بيه افراخ وبي بعد بيض. حسام قال بي تقريبا افراخ 2 وبعد بيض يمكن تقريبا ب3 أو 4 بيضات موجودات بيه. فالحمد لله والشكر. وعندنا همين ذاك هذا همين هسه 100% احتمال بيه افراخ، فما صعدنا شفناه. بس انا متاكد من عنده لان صار له فتره كلش طويله ينام من هنا. هاي هنا ان شاء الله. هذا مثل ما قلت لكم هذا العش بيه افراخ، وهذول العشاش همين بيهم افراخ، والبقيه البقالات. بس هذاك همين شاك بيه، هذا وهذا، هذول اثنيناتهم همين شاك بيهم. هم صار لهم هواي والله، تقريبا وي هذا نفس يعني اليوم نفس الوقت هيك شيء. بس الحمد لله والشكر الطيور كلها استقرت وكلها انتجت عندنا داخل المحمية. وبقت البقالات البقية هاي عندنا بيها بيض همين، وهاي همين هم عندنا بيض. هاي بيض. وهنا هم يمكن 2 عشاش هنا، لان جاي اشوف زوجين، واحد يدخل هنا وواحد يدخل بالاخير. فالحمد لله والشكر يعني بقالاتنا وطيورنا كلها بخير وسلامة. خليت علف للدجاج هذا البرة، والجو همين. اليوم ذبيت لهم تمن، اليوم صار لهم هواي ما ذب لهم تمن اليوم، فغيرت جبت لهم تمن مطبوخ يعني وذبيت لهم. وهمين رحت جبت حسيون واجيت جبت رولات، هذول رولات 2 وعصة مال ماسحة وبنزين. شلك بيهم آرام. راح نصبغ المحمية، يعني الأعمدة هاي مال المحمية والقواطع صبغ أبيض. أنا عندي صبغ هذاك، هذا شوفوا الصبغ موجود. بس احتاجيت رولات، رحت جبت رولات وجبت بنزين وجبت العصا مال الماسحة، وإن شاء الله هسه راح نخبط ونبلش بالصبغ داخل المحمية. شباب، اي واحد يريد يصبغ محميته، يريد يصبغ بيته، احنا موجودين انا وراه، ما به شي. اي شوفوا شباب، شوفوا صبغ واحد عراق. شوفوا شباب، خاف تقولون واحنا خدام.
مثل ما شفتوا شباب بلشنا بالصبغ وكانت النتيجة هاي، وما زلنا مستمرين بالعمل. هسه حسين قلت له كض الدرج واصعد لي فوق، لان انا راح ابقى جوا واشتغل عليه الحديد الجوا وهو على الفوق حتى نلحق ونكون نخلص من وقت همين قبل الليل. فالليل عندنا حديد هواي كلش هواي شباب، تعرفون المحمية كلها حديد بالكامل، يعني يجوز حتى اليوم ما راح نكمل، بس نكمل اللي نقدر عليه. هسه حتى الصبغ خلص عندنا، بقت اخر، هذا الصبغ اخر شي بقى عندنا. شوفوا هذا القوط يخلص، فبركة الله يعني يكفينا بس هذيك الصفحة الفوق اللي جاي يشتغل بها حسين، وحتى على مود باكر همين نجيب صبغ اضافي. شنو تردن شنو تردن شنو تردن؟ توطيت كان علف كافي. ايش قد تاكلن؟ تردن علف مو حصر عليه يطلع شباب. شو يفترن وراي باو، يفترن وراي، وتو ذابين هاي القاع متروسه ترس والله، بس ما اعرف متعلقات بيا لو شنو تحبني. يلا تعال 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 ما شاء الله والله حلوه. شوف حلو من تدخل تلقاك الدجاج. شوف ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. والله كلش حلوه هيك يفتر وراه. هسه تعالوا يلا تعالوا خل اعطيكم تعالوا، بس هو اكو علف بعد ليش يعني الا اذب لكم يلا تاكلون. يلا هسه راح اجيب لكم واجي شباب. والله اللون الابيض ثارفة شي يعني يعطي جماليه عجيبه. شوفوا يعني تغير شكل المحميه تقريبا 50% من بعد ما صبغنا. طبعا راح يصير عندنا نقص كلش هواي، فلازم نجيب. اذا ما رحت باكر للزياره، لان عندي روحه للزياره، اذا ما رحت اجي واكمل الباقي، يعني راح اجيب صبغ واكمل الحديد الباقي. هسه احنا عندنا بقى قليل، يعني راح يسوي لنا كم حديده، راح نشتغل ذاك اللي جوه اللي جاي يشتغل بيه حسين، حتى نكمل ذيش لان بيها قواطع هواي، فتبقى عندنا بس هاي الخارج. هاي الخارج تقريبا ضايعه، يعني نسوي اللي نقدر عليه. وهذا الوجهيه همين صبغناه، همين نص من عنده تقريبا. فبقى عندنا شنو؟ عندنا ذاك القاطع راح يسوي حسين اذا كفانا الصبغ. وطبعا يكفينا اللي ما يكفينا ذاك القاطع راح يبقى من عنده كم حديده، ويبقى عندنا هذا كله، يعني راد لنا بعد قوطي واحد كلش كافي. خلص الصبغ عندنا يا شباب، واكتفينا بالموجود، وان شاء الله بعدين باكر نجيب همين نكمل الشغل مالتنا، لان ما بقى عندنا شيء. يعني لازم نجي باكر من وقت. لا والله شنو ما بقى عندنا شيء، يا هواي بعد حديد، لان شباب حديد كلش هواي، وحده بصف وحده. والفوق احنا ياخرنا، هذا الفوق ياخرنا، هذا النازل من فوق ليه جوا هذا ما ياخر، بس الفوق عندنا ياخر. وهمين خليت مجاثم، هذا واحد وهذا واحد، خليت اثنين هنا من خشب وعلقتهم بالسيم. فان شاء الله باكر نكمل الشغل اللي بقى. هسه تعالوا خلينا نشوف الحواضن اللي موجوده هنا شنو اخبارهم. همين انا خليت لهم ماي وخليت لهم اكل، اللهم صل على محمد وآل محمد. مايكم ما خلصتوه، عندهم ماي لين انا مخلي مشربيات اثنين. الحمد لله والشكر. خلينا نشوف الحاضن الثاني على السريع انا وياكم. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الامور طيبه بالحواضن. بالنسبه للدجاج مبيضين عندنا، هاي بيضه، هذول هنا بيضتين، هاي هنا هم بيضتين. هنا ابو رقيمه شنو همين مبيض ذيش، هاي شوفوها ورا البطل صايره. راد لها تنظيف والله، الخانات كلش وسخات، بس خلي افرغ حتى انظفهم. الافرغ شنو اخباركم؟ بعدهم ما مبيضين. هنا الفيومي مبيضين بيضه وحده. هنا هذول العراقيات ما مبيضات، وهنا بيضه وحده همين. فامور الدجاج كلش زين، وحسام هنا همين مطلع بيض. هاي
نطلع 3 بيضات من عندهم الصبح. شنو؟ حاط لك سمانة اقول لك ما اعرف شنو السر. شنو وضعيه؟ شباب دجاجي كله قام يبيض هيك. يا دجاجه اللي اخليها بهاي الخانه تبيض هيك. يعني شنو السر بهاي الخانه؟ ما جاي افتهم، والله العظيم ما جاي افتهم ابدا. يعني كان يبيضن وطبيعي، هسه يلا ما يخالف نسويها سلك شباب. هاي مساكم الله ابو الخير. رجعنا من جديد وجبنا همين صبغ. جبت 3 قواطي صغار، ما جبت الكبيره، جبت 3 قواطي صغار فحتى نكمل ما تبقى من الصبغ داخل المحميه. اول ما جيت خليت علف للدجاج كله بالكامل مثل ما تشوفون كلهم، لان جيت لقيتهم جوعانين. حسام قال توني ذبيت لهم، فالظاهر ما شبعانين، فهسه همين رجعت وخليت لهم. خلي نروح ونشوف الحاضن. همين خليت له علف لان كان ما عندهم نفس الفرات. همين جبت من عنده واجيت انا وحسين. هذا الصبغ اللي جبته شوفوا، هاي 3 قواطي صبغ ابيض، 1 2 3. وهذا العلفة اللي جبته من فرات. هسه الامور مال الدجاج ومال الحواضن والدجاج اللي برا كله توب. خلصنا هاي الصفحة بالكامل شباب، بعد ما عندنا بيها شيء. بقت عندنا بس دنيش القطع. شوفوا هاي القطعة وذيش قطعة وذيش قطعة. لان انا اليوم شوية تعبان وقاعد من الصبح، وحسين همين بعد ما متغدي يقول انا هم تعبان. فيا شباب على راحتنا، يعني نشتغل ما عندنا شيء. لين ما نجي نشتغل لنا شوية، نجي نشتغل لنا شوية لان الحديد هواي كلش هواي. ذاك همين طقيناه، هذاك ديش الصفحة همين كملناها. فيوميا نشتغل لنا شوية. حتى شنو شوفوا اللون الابيض شوية يعطي جمالية احلى من الرصاصي، احسن بهواي. هسه راح يسوي المجاثم عود اللي علقناهم، هم يسويهم ابيض. اليوم يا شباب عواصف والدنيا مغيمة وامطار، فجيت حتى اشوف الوضعية مال السقيفة. والله الوضعية مال السقيفة شباب تبشر بخير يعني، بس يراد لها لان شنو جاي شوية ترتفع وتنزل ترتفع وتنزل. وخايف من عندها حيل شباب، بس هي ما تطير يعني، مال تطير ما تطير مستحيل. يعني جاي اشوفها ثابتة بالرغم الهواء كلش عالي كلش عالي كلش. هسه جاي تلاحظون يجوز او لا ما اعرف، جاي يعني تصعد وتنزل تصعد وتنزل، بس شنو ثابتة قوي. وما جاي مثلا ما اعتقد تطير نهائيا، يعني نهائيا ما اعتقد تطير. بس شنو يراد لها بعض الترتيبات، لازم نجيب فرات. يعني يراد شنو احط لها بعد مثل هذا قاطع هنا واحد، وهناك بالركن واحد وين تدبه كلش. هنا همين يصير عمود، هنا تصير ركيزة راح تصير اقوى. وبالسياج هم اخلي لي بعد فد 2 3 شياش تنتهي امرها كلش بالكامل. وانا قاعد هناك وهواء عالي كلش، اجاني يزن بن حسام قال الفقاسة طقت. فاجينا لقينا الرئيسي، هذا الرئيسي طاق بمين؟ طاق من جوا. فهسه بدلنا الواير مالته وجاي نرتب بيها. وللعلم بيها تفقيس، هسه هي بيها افراغ جوا. هسه من نخلص راح اصور لكم الافراغ الموجودة جوا. رجعت اشتغلت والامور طبيعية. تعالوا خليه والله نشوف شنو بيها تفقيس كم واحد. كتكوتين شباب، كتكوتين بس 2 فقط، بس 2. بقيهم هسه ما راح اطلعهم. ان شاء الله باكر اطلعهم. يا سلام. وكان بيها قلوب همين محترق بدلته.
هسه شوية وترجع لنظامها الطبيعي. لازم شوي ننتظر لين فتحتها فطلعت الرطوبة والحرارة، لان كان بيها قلوب واقف اسمعها تصيح شي الموضوع. فجيت باوعت لقيت هذا القلوب من هاي الصفحة مشتغل وهذا القلوب من هاي الصفحة مطفي. هسه شوفوا هسه اشتغل طبيعي، بس بدلته لان كان ذاك محترق. ما شاء الله عندنا بيض خير من الله بالفقاسة، ان شاء الله همين قريب يفقسون هذول البيضات.